السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا حبايبي ومشاهدينا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، النهارده بقى بنعمل حاجة كده جميلة، حلويات كده سهلة ولذيذة، وبتبقى عند الحلوانية حاجة كده سهلة وبسيطة ممكن نعملها في بيتنا بأقل الإمكانيات والمكونات من البيت بكل بساطة. شايفين حبايبي الشكلّمة؟ الشكلّمة بتتكلم عن نفسها. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول ونقول معانا المقادير إيه، معلقتين من السمن هننزل بيهم في طاسة على النار أو حلة كده بالشكل ده، وهننزل طبعًا المفروض معلقتين عسل كلوكوز، أنا ما عنديش حطيت معلقتين عسل نحل، هنقلبهم كده طبعًا على نار هادية، وهنبدأ نقلب المعلقتين العسل مع السمنة بالشكل ده. معايا دلوقتي المكون التالت معايا 4 معالق من السكر الحبيبات العادي جدًا الأبيض. هنبدأ ننزل بيهم على المكونات دي، هيبقى ده تالت مكون حطيناه، هنقلب كويس جدًا لحد ما يدوب السكر، معانا بيضتين، طبعًا ده على نار هادية، هابدأ كده البيضتين طبعًا هاحطهم مع المكونات دي ببساطة بطريقة سهلة جدًا، بس هاقلب مع التقليب المستمر وارفعهم من على النار، يكون بس إيه، على نار هادية بسيطة وبعدين بارفعهم من على النار. بدأت كده قلبت كويس جدًا، طبعًا باسرّع إيدي في التقليب، ما باسيبهاش تبقى بيض عادي، يبقى بيض مِرِنج كده بسيط هَش كده. أبدأ أنزل بقى بالمكونات بتاعتي اللي بعد كده، نسيت أحط طبعًا فانيليا، المفروض أحطها مع البيض، حطيتها كده بعد ما نزلت بأول كوباية من جوز الهند، هانزل بالكوباية التانية من جوز الهند، طبعًا جوز الهند تكون ولا ناعمة ولا خشنة، نُص، نُص كده، وأبدأ أقلب مكوناتي بالشكل ده. قلّبت، 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 لحد ما بقى مكوِّن متماسك كده بالشكل دوّة، ولا هو برضه سايب أوي ولا ماسك أوي، ده أقدر أحطّه بالمعلقة كده في كبّاط زي دي كده، وأنزل في صينية سواء مدهونة أو مش مدهونة، ممكن أحط الكبّات عادي، بابدأ كده أنزل بالكبّات بتاعتي وأحط فيها كبّات الcupcake دي، وممكن أحطها عادي من غيرها برضه، بس أنا قُلت دي عشان تبقى متحكمة فيها تبقى إيه، يعني مضبوطة شوية. طبعًا لو عندِك كيس حلواني ممكن تنزلي بيه، المكون ينزل من الكيس عادي، لإنه مش ناشف أوي، سايب برضه معانا، بانزل بمعلقتين كده، أنزّل بمعلقة وآخد بمعلقة، وأبدأ مكوناتي كلها نزلت، خدت كام كَب، يعني كل المكونات دي خدت حوالي 9 كَبّات بالحجم ده. طبعًا الكَبّات كانت عندي كبيرة شوية بتاعة الcupcake، أنا قُلت أعمل فيها، باحاول أعلّي شوية الشكلّمة بتاعتي بحيث إن تبقى عالية زي اللي بتبقى بتتباع في المحلات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بابدأ بقى طبعًا بعد ما رصيتها كويس في الصينية وخلّيتها تمام التمام، أبدأ أنزل بقى بالكريز بتاعي، أنا كان عندي كريز أخضر على أحمر فايض عندي، حطيت الأحمر كلّه ما فضل عندي متبقي 3 حطيت أخضر، طبعًا بتقسمي الكريزاية نُصّين وتقومي منزّلاها كده على إيه، وش الشكلّمة. بدأت طبعًا الفرن عندي شغّال بقى له 10 دقايق على درجة حرارة 180، هابدأ أدخل بالصينية بتاعتي طبعًا في الفرن لحد ما تاخد حوالي نُص ساعة إلا 5 دقايق كده أو نُص ساعة. بدأت طلعت بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده، حاجة كده جميلة، حلويات سهلة وبسيطة ولذيذة. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناة وفعّلوا زر الجرس. هابدأ بقى يعني أدهن كده بمعلقة عسل كده عليها مَيّة، معلقة مَيّة، وأدهن كده الإيه، بعد ما خرجت من الفرن كده بالشكل ده. عايزة تشيليهم من الكبّات بتشيليهم عادي كده بكل سهولة. شايفين حبايبي شكلها؟ لو عجبكم بقى ما تنسوش الإعجاب بالصفحة، واكتبوا لي في الكومنتات عجبكم والّا لأ، جربتوه والّا لأ، لو حد جربه يقول لي إيه رأيه فيه. طبعًا كده باشيل الكبّات كده، بس تشيليها بالراحة عشان ما تطلعش منِّك فيها. بدأت كده بالشكل ده كده، هاشيل كلّه بنفس الطريقة. دي كنت حاطاها في واحدة، كنت فاكراها واحدة طلعت 2. شايفين حبايبي شكلها بعد ما خرّجتها من الكبّات بتاعتي ولونها وجمالها، حلويات سهلة وبسيطة، خلّي بالِك برضه عشان الكريزاية ما تقعش منها. بتبقى بسيطة وسهلة وممكن تعمليها بكل بساطة، ما بتاخدش حاجة بسيطة خالص بعمايلها، وهتاخد نُص ساعة إلا 5 دقايق في الفرن، وطالعة ما شاء الله أحلى من الكيك نفسه، جميلة وطعمها تحفة، كلّها جوز هند طبعًا وحلويات جميلة وسهلة وبسيطة. فتحنا واحدة كده عشان ندوقها ونشوفها معاكم، جميلة وزي الفل، وحاجة حلويات جميلة وسهلة وبسيطة. دي الكمية اللي اتعملت قدامنا بالمكونات البسيطة دي، عايزة تكتري الكمية بتكتري عادي. شايفين؟ جمال وحلاوة وحلويات، ما فيش حاجة بتجربيها تكون صعبة طالما حبيتِ تجربيها واختبرتِ نفسِك فيها، بتطلع معاكِ تاني مرّة كمان أجمل وأجمل. شايفين حبايبي شكلهم؟ أشوفكم على خير.